مرحبا بكم من جديد في برنامج منك نسمع، متواصلين معكم من المدي ساعتين وحتى للأربعة متاع العشية. حكينا الجمعة اللي فاتت على المطالبة بغلق السياب وحق المواطنين التوانسة اللي يعيشوا في صفاقس في العيش في بيئة سليمة وحقهم في التنمية. صار تحرك احتجاجي قدام الولاية وتحول الاعتصام مفتوح المدة متاعه 48 ساعة بعد لقاء لجماعة ممثلي المجتمع المدني ونواب الجهة مع والي صفاقس السيد سليم التساوي. امس خرج الاتحاد بيان بتاريخ 1 مارس 2017 واللي اعلن فيه دعمه المشروط للوقفة اللي يعتزم معاون المجمع الكيميائي بصفاقس القيام بها 2 مارس 2017، وحكى على رفض النقابيين بجهة صفاقس خيار إغلاق وإزالة السياب مقابل مساندتهم لإزالة الأنشطة الملوثة وتركيز مشاريع غير ملوثة على أرض المصنع. ناقشوا اليوم موقع وموقف الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من الحركة الاجتماعي الأخير للمطالبة بالتنمية ومعالجة الملف البيئي، وضيوفنا هما كل من السيد الهادي بن جمعة كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. مرحبا بك سيدي. كيف معنا اليوم السيد فيصل بن غزالة كاتب عام الفرع الجامعي للكيمياء والنفط بصفاقس. سي فيصل مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعين اذاعه الديوان، ومرحبا بالمفاجاه الساره اللي عملتوها لنا استدعيتونا اليوم. مرحبا بكم الكل. كيف معنا زاد السيد عبد الحميد الحصيري عضو تنسيقيه البيئه والتنميه بصفاقس. مرحبا سي عبد الحميد. شكرا على الاستضافه، والشكر زاد لإذاعة الديوان اللي ديما مواكبه الاحداث في الجهه، والتحيه للساده المستمعين. كيف زاد معنا اليوم السيد رضا السويسي باحث في التاريخ ومحلل سياسي. سي رضا مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل الضيوف الكرام وبكل مستمعي اذاعه الديوان. بالطبيعه مانيش وحدي كالعاده، يرافقني في الحصه هذه وفي تقديمها السيد مهدي بن عمر رئيس تحرير ديوان وفاء. مرحبا بك مهدي من جديد. مرحبا بكم الناس الكل. تمنيت انه نشيد الاتحاد يتعدى في وجودكم، ان شاء الله تكونوا سمعتوه. سمعناه. به كنت تكلمت على اذاعه الديوان ومفاجاه ساره باستدعائكم، علاش؟ على خاطر ساعه سامحني، مرحبا بضيوفك. انا ممكن ما رحبتش بالضيوف، مرحبا بضيوفك. على خاطر من اللي بدات اعتبرتوها مفاجاه الوضعيه هذه، ما وقعتش دعوتنا للبلاتوات اللي صارت، وهذا الحقيقه احنا مسنا برشا. كنا خاطر احنا في طريقتنا في الاتحاد وقت تبدا ثم خلاف نستدعيو الطرفين ونحكيو مع الطرفين. به سي فيصل نفكرك انه هو مش خلاف، اكثر بلاتو يعني هو ربما الاقرب بلاتو اللي نتفكروا حضر فيه سي المعالج الشلي من سيابو، كانوا حاضرين في ذا الديوان، يعني ما فماش مفاجاه. لا نحكي على اتحاد الشغل، نحكي على اتحاد الشغل. انت استدعيت التقنيه. انتظرنا موقف من اتحاد الشغل، لما صدر الموقف من اتحاد الشغل باش نبنيو عليه وقتها يلزمكم تكونوا من بين الحضور، وهذاك علاش ما يعني يظهر لي ما فماش مفاجاه. على كل هي مفاجاه ساره، انا قلت ماهيش مفاجاه. وعلى كل حال انتم وعلى كل احنا برنامجنا اليوم خلينا نحكيو في الوحده هذاك. على كل حال استدعيوا انتم احرار، انتم في اذاعه الديوان. مرحبا اليوم هنا جينا اليوم وغدوه وامس، وحتى حد ما ينجم يعني يتجاوز دور الاتحاد في سواء في صفاقس والا في البلاد ككل. مشكور يعيشك. ايش قولك نبداو في قراءه سي رضا، نبداو في قراءه لبيان الاتحاد؟ في الحقيقة هي القراءة يجب أن تنطلق منذ ما قبل بيان الاتحاد، لأنه الملف هذا هو محل تفاعل قديم، وربما المشكلة اللي كانت تثار وأثيرت إلى حد تأثير السياب ودورها الملوث في اجتماع مجلس وزاري آنذاك، وكيفاش انه الاتجاه العام هو كان انه المؤسسه هذه مؤسسه تجيب العمله الصعبه، مؤسسه عندها دور رئيسي في الاستثمار في البلاد كمؤسسه عموميه، وبالتالي فانه كان ثم رفض مطلق على مستوى اعلى هرم السلطه انذاك في مستوى الوزاره الاولى وغيرها في التعاطي مع في مساله تسكير السياب. واحنا نعرف انه صفاقس كانت لفتره طويله ضحيه التلوث. التلوث هذا اللي مش مسؤول عليه النسيج الصناعي فقط. التلوث في صفاقس مسؤول عليه عدة معطيات. نحن نعرف أن صفاقس الطبوغرافيا نتاعها هي طبوغرافيا معناها مبسطة، ميالة ربما إلى نوع من التقعر، وهذا الشيء يخلي حالة نتاع ركود الهواء ما يتجددش بسهولة في صفاقس،
وهذاك علاش صفاقس الدخان نتاع الكراهب يقعدوا، نتاع الموبيلاتات يقعدوا، نتاع المؤسسات الصناعيه الى غير ذلك. فحتى من الناحيه الطبوغرافيه هي تجدد الهواء صعيب فيها شويه. ثم معطى طبيعي، ثم معطى اخر وهو انه وقت اللي توضعت مخططات التنميه لم يؤخذ في البدايه بعين الاعتبار المساله البيئيه. احنا نعرف انه مساله البيئه كمكون من مكونات التنميه المستدامه هي من مسائل مستحدثه، خاصة بعد ما بدأت العالم يلاحظ في التغيرات المناخية إلى غير ذلك. باهي توا صار عندنا مشكل. بالضبط. هل ندخلوا في صلب الموضوع؟ ندخلوا في صلب الموضوع. المجتمع المدني منذ ما قبل 14 جانفي طالب بغلق السياق، وتحصل على وعد آنذاك بغلق السياق على اساس انه مش يكون في سنه 2011 قرار 2008 بالضبط، قرار 2008. لكن القرار هذا نتيجه انذاك ما حصل في 14 جانفي لغايه ذلك لم يتم تنفيذه، وتباينت المواقف هذه تتراوح بين جزء كبير من المجتمع المدني يطالب بغلق السياق، بين ثم مسألة اجتماعية، ثم مسؤولية مجتمعية للمؤسسة هذه تشغل في ناس وعندها دور في الاستثمار وعندها في التنمية إلى غير ذلك. إذا ثم تقريبا وقع عملية اختلاف في وجهات النظر، وتدريجيا انقسمنا إلى صفين. نوقف عند الجملة هذه في البيان: تعمد تغييب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. لهنا نحب تعليق من عند الاتحاد. لا الميكرو رحبوا بسي عبد الحميد الحساري وسي رضا. وثم انا مش الليمه نتاعي مش باش تقف عند انه ما حضرتوناش وما نحبش مبررات، راهو ما حضرتوناش انتم حرام وانتهيت هوني. ثم انه يا سي رضا قراءه للبيان نتاع الاتحاد واحنا موجودين. تو رضا يقرا بعد بالرؤيه اللي يراها هو، وتو كيما يقول تو هو عدد كبير من المجتمع المدني واغلب المجتمع مع غلق السياق. انا نقول له سي رضا انت تجانب في الحقيقه هون. كيفاش؟ لا لانه احنا نعرفوا انه الوضعيه راهي المساله هذه راهي طرحت معناها في 2008 وقت المخلوع زار صفاقس وكما حب يعمل غيره معناها خدم بها السياسه وقرر باش يسكر السياب في الوقت الفلاني. نعرفوا الناس كل الحراك اللي صار منها النقابي والحراك الاتحاد وحضور رئيس مدير عام للمجمع في صفاقس على جناح السرعه، واللجنه اللي تكونت انذاك اللي فيها الاتحاد وفيها الوزاره وفيها المجمع، رئاسه المجمع، لايجاد صيغ نحافظ بها على مصلحة البلاد أولا وحق البلاد وحق التوانسة في هالمؤسسة هذه، نحافظ فيها زاد على الدور التنموي والدور معناها التشغيلي اللي تلعب فيه مؤسسة السياب. ما نقولش المصنع الملوث، راهو مؤسسة السياب، ونحافظوا فيه كذلك على حقوق الناس اللي راهي حقوق الناس مش محل جدل وراهي مش محل رحمة. احنا شنو العمال راهم اللي تو موجودين في السياب راهم مش يطلبوا في الرحمه من زيد ولا عامر ولا فلان ولا فلتان باش يعطيهم حقوقهم ويعطيهم كذا. اولا هما اعتزازهم بشغلهم وبدوام شغلهم هذاك هو الاساس. ثانيا انه الجهه الوحيده المؤهله باش تحكي على المسائل اللي تخص الخدامه هو الاتحاد العام التونسي للشغل. لا انا سالتك على جمله تعمد تغييب الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وهو ما حصل من طرفكم. وهو ما حصل من طرفكم. يعني البيان هذا موجه لإذاعة الديوان؟ لا احنا ما حبيناش. لا مش كنتوا لا ثم وسائل اخرى، وانت كان تتابع الموقف اللي خذيته يعني احنا جيناكم واستجبنا لكم بارك الله باعتبار وانه احنا راهو كي ناخذوا موقف ما هوش راهو الموقف اللي مش نبنيو عليه الحلول ونبنيو عليه النقاشات. نعبروا على موقفنا ونواصلوا. واضح. انا التلفزه الوطنيه كيف جات لا علاش جيت اليوم بالذات؟ علاش ما جيتش النهار اللي صار الاعتصام معناها وتنظم الاعتصام وجيت خذيت راينا فيه؟ علاش ما اتجهتوناش في
الطواول اللي هي تعمل واللي هي معناها سامحني، وقت اللي ما فماش موقف للاتحاد واضح يعني وسائل الاعلام هناك مش تتطرق. مع احترامي ليك راك رئيس تحرير سيدي تفضل، وتعرفوا انه الاتحاد لاعب اساسي في الشان هذا، راهو مش يتبع هذا لاعب اساسي طبيعي انه يكون لاعب اساسي. وهذا علاش والاخيان هذوما توا كيما سي عبد الحميد وكما سي رضا وكيما الاخيان برشا اخيان اللي هما توا تقلدوا معناها صفه المجتمع المدني ولا التنسيقيه، راهم كلهم رجالات الاتحاد. كلهم رجالات حتى حد ما ينجم يتنكر لهم واللي يقول راني انا افضل منهم. يشرفنا ذلك. وخذنا نظارات مع بعضنا وراهم ولاد الاتحاد. نعم. اذا ما تنجمش احنا سقنا ملحوظه ووصلنا العمل. وسي الهادي راهو توانسه الكل بطريقه سواء كانت مباشره او غير مباشره ينتميوا للاتحاد العام التونسي للشغل. طبعا. وهذا يشرف الناس الكل. لا سامحني يا اخي، هو الاتحاد ملك قروا ملك فلان ولا زيد ولا عمرو ولا كذا. ما قلتش. هو الله يرحمه شهيدنا معناها فرحات حسد ما امتلكوش، عملوا للشعب واسسوا للشعب. انا نحب نوضح حاجه وبالتالي راني بعد واضح خويا رضا، وبالتالي رحنا والدليل على ذلك اللي راهو احنا ايدينا مفتوحه وقلوبنا مفتوحه. راهو لعلمك وانت لو كانك اتصلت بينا قبل وطلبت منا، انا راهو اجتمعنا مع الاخيان، انا والله ما نعطيهمش صفه المجتمع المدني ولا التنسيقيه ولا غير باش نخرجوا من حظيره الاتحاد. اللي جاوا كله خياننا واحبابنا واصحابنا واجتمعنا بهم وتناقشنا معاهم في المسائل الكل معناها بثوابتها وبجزئياتها وما خرجناش. سي الهادي مدام سي عبد الحميد من التنسيقيه موجود، خلينا ناخذ التعليق نتاعو على كلامك. شكرا بدوري معناتها انا سعيد بوجودي مع سي الهادي وسي فيصل في اللقاء هذايا بطبيعه الحال مع صديقنا ايضا سي رضا السويسي. والله يعني كما قال سي الهادي الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس هو منظمتنا جميعا، و عنده تاريخه يعني في كل المسائل من قبل الاستقلال الى في النضال الوطني الى بناء الدولة الحديثة الى تركيز معناتها مؤسسة الدولة وتدخله كجهه وطنيه في كل كلاعب اساسي كلاعب اساسي في كل معناتها قرارات اللي ويظهر لي ما فماش اختلاف على انه الاتحاد يلزم يقود. هذا لا خلاف فيه، وانا هنا ما نعتبرش نفسي انه في حاله نتاع كونه كان معناتها في حاله انه هو في جهه وانا في جهه، نحن في نفس الجهه. بقينا اليوم ما يمنعش انه حتى كيف نبداو داخل الاتحاد يجب تكون خلاف بيناتنا واحنا كنقابيين داخل الاتحاد، وهذا كان موجود في كل المنظمات الخلاف موجود وعشناه في سلطه الثمانينات وقرب بيناتنا ونحلوا المشاكل. وهذا ياكد معناتها هو قالوا الهادي ونحب ناكد عليه. احنا التقينا عديد المرات في دار الاتحاد العام التونسي للشغل، جيتك انا وحضرنا مع سي فيصل عده مرات في المكتب نتاعك معناتها فيما بعد الثوره، وقعدت مع سي عبد الكريم الجراد قبل ما يطلع للمكتب التنفيذي في تونس، وقعدنا مع الاخيان المسؤولين في المجمع الكيميائي، واخيرا بعض اخيان اللي تو معنا في التنسيقيه عاودوا التقيتوا بهم اخيرا في الاسابيع عده مرات تخرجوا امس معناتها محاوله والاصرار نتاعنا على انه يلزمنا نلقاو روحنا في خندق واحد مع الاتحاد من اجل حل مشكلة التلوث في هذه الجهة هذه، ومن أجل أن نقعدوا من بعد مع بعضنا من أجل أن ندفعوا التنمية في هذه الجهة هذه اللي عرفت تقهقر كبير يا سيدي هادي، تقهقر كبير راهو على مستوى مؤشرات التنمية جهتنا. رحنا اليوم كنا قبل في المرتبة الأولى وهذا تعرفوا، اليوم رحنا في المرتبة السابعة بل تدحرجنا إلى المرتبة الثامنة من حيث مؤشرات التنمية. فبحيث عندنا خدمة كبيرة مع بعضنا مش نعملوها. اليوم ثم خلاف
وخلاف كما قلت هو خلاف نجم نقرأه حتى خلاف بين نقابيين. انا نعتبر روحي نقابي، انا حياتي كل حديث مسؤول نقابي، كنت عضو في نقابه عامه في الاتحاد الجهوي وفي المكتب ما كما قال تو سيدي. انا مانيش باش نبدل كسبتي. اما اليوم عندنا خلاف. اليوم الموقف نتاع الاتحاد في رايي انا نتاع اتحاد الشغل يلزموا يتحلحز شويه من الوضع اللي عندنا فيه. توا تعود ماشي تو مش نسمعهم، مش نرجع نسمع حكايه ليس اس بي والواحد وكل الخطاب هذاك. هذايا خطاب يلزم. مازال الخلاف فني اليوم، مازال الخلاف فني. ما هو هذا هو الاشكال. ديما نرجعوا للحلقه نتاعنا اليوم يا سي الهادي يا سي فيصل. اليوم يلزمنا نحطوا خريطه صفاقس قدام عينينا بعد 65 سنه. نحطوا خريطه صفاقس قدام عينينا ونقولوا واش نحبوا نعملوا بهالمدينه هذه. باهي سي عبد الحميد واضح. ما بين عندي سامحني باش نرجع لسي فيصل باش نعطيك تفضل مثال الشيء. سي رضا سمعنا زوز وجهات نظر وتقريبا الزوز من مهم ياسر باش الزوز متفاهمين. توضيح صغير قبل كل شيء. انت تعرف باش نوضح ربما انا في البرنامج لا امثل اي طرف، لاني التنسيقيه انا موقع كرونيكور جني معنا اثاره القضايا من اجل اثاره القضايا من اجل فهمتني ولا التعامل معه والبت فيها. يضاف الى ذلك انه مثلا انت حسيت انه لا استنى حتى نكمل كلامي ما يسالش وسع. وبالنسبه لي انا نعتبر باهي سامحني حكم عايشك مش مشكله. يضاف الى ذلك انه عاده البلاتوات هذه هي ما هياش جلسات نتاع كما قال جلسات تفاوض بين اطراف، هي تفكير مشترك في ملف. وهذا هو الايجابي فيها، هو عمليه تفكير مشترك في ملف. وهذا هو توا الكلام اللي قاعد يدور في البلاتو. تبقينا هون ايش يصير في اي قاعده يصير فيها حديث لابد ان نجد نقاط التقاء ونجد نقاط ما زالت بحاجه الى مزيد تفاعل. ما نقولش نقاط خلاف وانما هي نقاط بحاجه الى مزيد التفاعل. على الاقل ثم نقطه التقاء محوريه نعتبرها هوني، وهي الوعي بوجود ظاهره التلوث في صفاقس وبضروره مقاومه هذا التلوث كجزء من توفير مناخ لحياه بشريه سليمه ولاستثمار يمكن ان يحقق التنميه في جهه صفاقس. هذا الرئيسي ما دامه موجود الاخ الكل يصبح قابل للتذليل نتصور، ويصبح قابل للتعاطي سواء على مستوى الفني سواء على مستوى دفع الحوار في ابعاده الاقتصاديه والاجتماعيه بصفه عامه. الكل مبني. وذاك علاش ديما نرجع نقول انه احنا في حاجه الان الى دفع التفاعل حول النقاط التي لم يتم الاتفاق حولها نهائيا من اجل الوصول الى حل واحد تلتقي عليه الناس الكل. لانه احنا في حاجه فيما بعد في مرحله التنفيذ الميداني لجمله الخيارات الى انه الناس تكون متفقه على حل واحد تمشي فيه تنفذوا الناس الكل باش تنجم تحقق الاهداف كما قلت في التنميه البشريه والاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه. الاشكال هوني في النقطه الخلافيه اللي قاعده قائمه هو ما بين الناس اللي طالبت بازاله السياب نهائيا معناها بتفكيكها وازالتها والغاء وجودها نهائيا، وبين الراي الاخر اللي يقول انه السياب مؤسسه موجوده عندها ترى نتاعها عندها كذا الى غير ذلك. وهذا يتطلب انه يتم ازاله الانشطه الملوثه وتعويضها بانشطه اخرى تكون انشطه مصنفه على الاقل وفق المعايير الدوليه، انشطه صديقه للبيئه. هوني هالزوز اراء هذوما لازم نلقاو كيفاش طريقه انهم يقربوا لبعضهم حتى يندمجوا مع بعضهم ويوليوا خيار واحد ويمشي الناس الكل تتوحد في اتجاه تنفيذ الخيار هذا. هذا ممكن كيفاش؟ لا هذا ممكن بدفع الحوار والتفاعل. نحب نوضح حاجه. تصنيفك سي رضا مانيش متفق معه تماما. اذا كنت تتفق معاه انت في الجدل وتوصل الحكايه يلزم ما ثماش طرف يحكي على الالغاء النهائي لتواجد الغاء نهائي لتواجد معناتها لدور المجمع الكيميائي في الارض اللي هي ستبقى ملكه. فهمتي؟ ما فماش. احنا نحبوا الشركه هذه المجمع الكيميائي اللي خدم في المدينه هذه 65 سنه عنده مسؤوليه تاريخيه تجاه المدينه هذه وعنده مسؤوليه تاريخيه تجاه العمال هذه. احنا المطلب نتاعنا مش الالغاء النهائي، احنا المطلب نتاعنا هو
انهاء كل نشاط له علاقه بالفوسفات، كل نشاط فوسفاتي. ولكن ولكن أنشطة أخرى، وهدايا تبدا فيه في 2010، تبدا فيه في 2010 في وحتى بعيدة في الاتفاق اللي حصل في 10 افريل، لانه لازمنا نكونوا نعرفوا التاريخ. نهار 8 افريل صدر قرار بغلق الصيام كما قال سيدي بكري. ثم يا خويا عمال، ثم ناس عندها حقوقها، ثم مدينه عندها حقوقها، مش هكاك سكر وهز المفتاح. لا يا سيدي، واحنا كنا مع بعضنا في الاتجاه هذايا، مع بعضنا ما احناش مختلفين. لابد ان نحكيو شو معناتها تسكر، اعطي للناس حقوقها واعطي المدينه حقوقها. واضح سي جاء على اثر ذلك، لا مثالش، خلينا ناخذ جاء على اثر ذلك في 10 افريل جات اتفاقيه انه تعطي للحقوق العمال، وخلات امكانيه انه تصير انشطه في مكان المجمع اللي يقعد على مدى واحد. اتفاقيه 10 افريل فيها معناتها مع شكون اتفاقيه؟ مع الاتحاد. لا اتفاقيه لا سي اتفاقيه. شنو هي تعطي حقوق الخدامه؟ احنا اتفقنا معاكم باش تعطي حقوق، مش معنا احنا مع الدوله. لا انت تحكي باسم الدوله. لا ما نحكيش بس قاعد نعطي في التاريخ. لا انت لا يا سيدي ما نحكيش باسم الدوله. لا سامحني ما تغلطش العباد. قلت لك انا بعد ما انا اللي قررت، قلت نحكي على القرار. الدولة قررت اولا سي عبد الحميد خلينا نحترموا بعضنا. حقوق الخدامه وما لهم ما عندكش حق، ما عندكش حق باش تحكي عليه. نسرد في التاريخ. لا ما عندكش حق. لا انا عندي الحق باش نحكي على التاريخ. التاريخ ماهوش عندك انت. لا سامحني مش تاريخ، انا مش نحكي بالتاريخ، انا نحكي على التاريخ. نحكي يوم 10 افريل تم امضاء اتفاقيه بين الاتحاد العام التونسي للشغل التاريخ وبين الدوله انه يمكن من قيام بانشطه اخرى وكانت معروفه شنو هي الانشطه اللي ممكن في 2080. هذه ركن التاريخ انا نذكر فيه. مش معروفه. لا معروفه. سي عبد الحميد معروفه ما فيهاش. سامحني برافي. سي الهادي من فضلك ناخذوا موقف سي فيصل. لهنا تنسيقيه تقول لك يظهر لي فهمته بالغلط، تقول لك احنا ما عندناش عيننا على الارض، ما عندناش عيننا على المعمل، ما عندناش عيننا على يعني الاستيلاء على الارض هذه وتغيير صبغه المعمل. تقول لك انا فقط نطالب بايقاف النشاط الكيميائي الفوسفاتي من المدينه. سي فيصل وبيانكم ما هوش يقول هذا. بياننا واضح في الاطار هذا. يبقى الاتفاقيه اللي يحكي عليها سي الحصيري هي قدامي موجوده. مش فيها افاد ممثلو الطرف النقابي أنهم يطمحون بدورهم إلى حياة في بيئة سليمة ونظيفة بعيدة عن التلوث وتحمي صحة العمال والمتساكنين. شو اللي مطلبنا؟ وأوضحوا إلى ضرورة التفكير في مشاريع بديلة مشغلة في إطار نشاط المجمع الكيميائي التونسي، وأكدوا على ضرورة المحافظة على مواطن الشغل للعوامل القارين وغير القارين المشتغلين في مراكز العمل المنصوص عليها بالقانون الإطار. ثم تقدم الطرف النقابي بجملة من الأفكار للمشاريع البديلة مشغلة تقام على الموقع الحالي للمصنع. شوف احنا رانا كنا واضحين من وقتها على 10 وقت، عرفنا نعرف روحنا راش مضينا على أنشطة غير ملوثة في إطار نشاط المجمع الكيميائي على ارض المصنع. شنو معناها أنشطة غير ملوثة؟ فهموا هنا النقطة هذه. أنشطة غير ملوثة ايش معناتها؟ احنا في ابريل 2008 في ابريل 2008 ثماش حاجة اسمها اس اس بي. لا عاد بشوية مش حاجة. لا ثم البحث على مشاريع والتفكير في مشاريع. هاني جاي تشغل وتخدم وتعمل وقتها. هاني جاي شوف حتى 2010 ما تماش. 2011 تتذكر حتى 2011 ما تماش. تفضل خلي لنا شويه مجال ما تسالش. بالطبيعه. النقطه الثالثه سجل في نفس الاتفاق سجل الطرف الاداري بايجابيه واهتمام. الاداري المقصود به الحكومه مش الاداره نتاع الجروب. مقترحات وتصورات الطرف النقابي على انه تدرس صلب لجنه مشتركه بين الطرفين. اللجنه المشتركه وقع تاسيسها نهار 4 سبتمبر 2008 اللي فيها الطرف النقابي وفيها الطرف الاداري نتاع المجمع اللي فيها المختصين في الموضوع. وقعدت اللجنه
تخدم على روحها. انا كان نستسمحكم عندي الاخ اللي مع رافقنا اليوم هو في صلب اللجنه هذه، في لجنه التفكير، وفي صلب العمل اللي قامت به اللجنه هذه. لا احنا سابقا جبنا الشيف دو بروجي وحكى على اس اس بي ولا لا ما هو عاد لسياق الامور. تو اللي كان يقول فيه سي العصايري اتفاقيات واحده، انا قريت لك النص تاع الاتفاقيه شنو في 2008 موجود يعني الاس اس بي هاني قلت لك قاعد تشوف. هي احنا كي قلنا شوف سيدي يا ودي هذيك اصلح حالك، سما لجان تفكير شويه وسما لجان تفكر في المشاريع. اذا كانوا ما ثماش اش معناتها هذاك؟ شنو معناها ناكدوا على ما ثماش؟ باهي سيدي ها ما ثماش وقتها. باهي لجنه وكان سكرت الوحده في 2011 بشويه يهديك ربي بشويه. احنا عملنا الصناعه بشويه يهديك ربي عملنا البحث العلمي، عملنا سي الحصيري بربي شوف اذا كان مش نخدموا، اذا كان مش نحكيو فكان الكلمه ولا حديث هكا من هنا ومن هنا. سي فيصل عنده الكلمه وانت اللي قصيت عليه. لا انا ما قصيتش عليه هنا. لا ما قصيتش عليه هنا. اطلب الكلمه تفضل. لا ما قصيتش عليه هنا. شوف كيفاش يا سي السيد المنشط، الكلام اللي كان نقول فيه سي الحصيري هاني تو قريت لك شنو الاتفاق اللي عملناه. جاب ربي اكدته. نعم لا مش جاب ربي اكدته. اي جاب ربي اكدته خاطر سي الهادي ما شو الاكدوا؟ لا انا قلت لك لا ثم حديث على انه ثم حقوق عمال. انا كنت نقرا لك لا فماش حقوق عمال. لا انت قلت محافظه على حقوق العمال. لا بيان سور ما شنو هذايا 12 مليون العمال. ودي يهديك محافظه. لا اللي ثم غادي هو عدم الحديث على ان العمال راهو مشاقع كما تحكيو توا، صرف حقوقهم ويقعدوا ما يخدموش وما يعملوش وياخذوا حقوقهم. هذاك راهو بعمره ما كان مطروح. اللي كان مطروح هو حق العمال في الشغل. شوف في صلب المؤسسه هذه. احنا خلينا نقول احنا استبشرنا بالدعوه هذه، وماذا بدينا تعطيونا الحيز اللي نجموا نفسروا فيه. تفضل خذ وقتك. هذا اللي يمضي امضيناها احنا. انا اسمي مكتوبه هنا واحنا اللي مضيناه وعارفين روحنا علاش مضينا. ولا يقبل التأويل. نعاود نقرا مرة أخرى. أيوة ألا تعتزم الإدارة الإيجادية عن التسمية، وذا أكدوا على ضرورة التفكير في مشاريع بديلة مشغلة في إطار نشاط المجمع الكيميائي التونسي، وأكدوا على ضرورة المحافظة على مواطن الشغل للعوامل القارين وغير القارين، لأن وقتها كانت ثم الستر التونسي اللي تو العباد مازالوا يحكوا بالستر التونسي تاع تو، الناس ترسمت تو عندها قداش من عام. دونك احنا قلنا أنشطة بديلة مشغلة في إطار نشاط المجمع الكيميائي، ورانا نعرفوا روحنا علاش مشينا علاش مضينا. كي تعملت اللجنة من جملة الخدمة اللي خدمتها البرودوي هذايا نتاع الاس اس بي، صاحب الفكرة موجودة هنا، وطورت الفكرة هذه ووصلت اللي النتائج اللي وصلت لها. تعرف اللي انت باش توصل هوني تنسيقية تقول انه الاس اس بي نشاط ملوث. باهي هوني نقطة الاختلاف. لهم ذلك. ماني نجمش نقعد نتجادل انا في الموضوع هذا. انا مانيش شيميست وهو ماهوش شيميست. انا سيونتيفيك انا. ماكش شيميست. لا قاري شيمي. اي قاري شويه معنا. انا نحكي لك. قاري شويه قاري برشا. مبروك عليك. دبلوم جامعي في الشيمي. نتشرفوا به. دبلوم كنا نتشرفوا بك انت سي الحسن. يبقى احنا شو نقولوا؟ هل الجدل اللي صار على الماده هذه السيد الوزير الصناعه الاسبق قال احنا باش نفصلوا الجدل هذا نعملوا دراسة المؤثرات البيئية لهالمنتوج هذا. باهي تعملت الدراسة وانتر بارونتيز، الدراسة هذه تعملت في إطار مناقصة تعملت، وجات المناقصة هذه عند مكتب معين اللي هو خدم الدراسة هذه واللي هو أودعها لدى الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط. الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط في أواخر جانفي عندها ممكن توضيحات إضافية طلبتهم ولها ذلك، هذا يدخل في إطار عملها. احنا تو في انتظار الرد نتاع الواحد. من جملة النقاط اللي موجودة في البيان نتاعنا الاتحاد الجهوي هو التعجيل بإصدار نتائج هالدراسة هذه. وعلى ضوء نتائج التقرير هذايا شنو كان نيجاتيف بالنسبة لكم؟ تنجم يتبدل موقف الاتحاد؟ شوف نقول لك احنا تو نجم انت كي تسالني هكاك نجم نقول لك راهو نيجاتيف من تو الواحد، دونك باش نقعدوا نعاودوا نرجعوا نتجادلوا. لا سألتك سؤال انا انا ما نجمش نتبدل على ضوء التقرير هذايا ولا ما عنده حتى. انا ما نجمش نستبق الوضعيه تو، لانه علاش؟ انا موقفي في الاتحاد الجهوي ماهوش مبني على هكاك، مبني على لاني انا تبعت وكنت في اللجنه نتاع الناس اللي خدمت من التجارب المخبريه للتجارب الصناعيه للتسويق الكل. تبعت الفتره هذه. انا مانيش باش نجي توا انصر اخاك ظالما او مظلوما، مانيش باش نجي المتساكن يجي صفاقس كما يدعي البعض، وهذا اشرنا له في المحضر في
البيان يدعي البعض اللي احنا ضد إرادة متساكني صفاقس. وكذلك لا يمكن أن يحدث ذلك، مش وهو كذلك سي الحصيري، لا يمكن أن يحدث ذلك. إذا راهو اختير سي الحصيري. لا مش اختير. الاتحاد ضد إرادة الحياة المواطن. ما هوش ضد إرادة الحياة. لا 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 الحصيري احترم روحك. لا 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 سي الهادي من فضلك. لا لا سي الهادي لا انا مش ننسحب. تحب تنسحب. هو الناس تعرف روحها باش متهمه اللي نفاها على اللي نفاها لا 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 سي عبد الحميد من فضلك من فضلك سي الهادي فما نيفو نتاع نقاش ما نفتحوش عليه من فضلك تاخذ وقتك كامل في الرد. لا يصلح حالك. اولا انا فاجأتني بحضور معناها العباد هذه وقبلت. شو العباد هذية؟ لا شوية احترام. لا يصلح. شو العباد هذية؟ لا يصلح. نقصد لا من فضلكم. انا تفاجأت وقبلت باش نقعد. اما انه ولي ياكد اللي احنا الاتحاد ضد إرادة المواطن في حياة معناها بدون تلوث. هذا اختيار ياسر الهادي يقول ما نقصدش. هو عنده الحق باش يتكلم اللي يحب. لا خليني نفسر. يا عبد الحميد قول ما نقصدش. قلت الكلام هذا خليني نفسر لك. يا عبد الحميد ما فضلكم لا نقطة نظام للناس الكل. على كل حال سيدي خلينا نتفقوا في حاجة سيدي انه كل واحد في اطار الاحترام يتكلم شي حب، وانت من حقك انك تاخذ وقتك وتجاوب. هو انا قلت كلمته هو كذلك، معناه هو قال شيء قال حالة هو قال شيء قلت هو كذلك. هكا سي الهادي هكا رانا يا سي عبد الحميد هكا رانا ما نفهموا. وانا مدب نعرف المقصود شنو. يا سي الهادي سي عبد الحميد سي الهادي راهو هكا مش معقول. راهو في مجالات اخرى. سي الهادي سي عبد الحميد من فضلك راهو هكا مش قاعدين ننفعوا في المستمعين نتاعنا بحتى شيء بالضبط. باش نستسمحكم نخرج موسيقى وهنا راجعين حتى في انتظار. نسمع اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في منك نسمع. نذكركم اللي احنا بصدد نقاش بيان الاتحاد بحضور كل من السيد الهادي بن جمعه عن الاتحاد الجهوي للشغل، كيف السيد فيصل بالغزاله والسيد عبد الحميد الحصيري والمحلل سي رضا السويسي. سي رضا شنو قولك في الاجواء قبل ما نخرج موسيقى؟ والله هو تعرف احنا ربما انطلقنا في مناقشه النقاط الخلافيه قبل ما نثمنوا المسائل الإيجابية في البيان. البيان النقطة الأولى: الاتحاد الجهوي بمختلف هياكله وقواعده كان دائما وسيبقى وفيا لإرادة أهل جهة صفاقس، بل هو القاطرة التي تتقدم دائما لتطوير هذه الإرادة والسير بها نحو تحقيق أهدافها النبيلة في تنمية مستدامة جامعة بين تنمية المؤسسات والاستقرار الاجتماعي وحماية البيئة، وهي عناصر متلازمة لا يمكن الفصل بينها. إذا هذا جانب إيجابي جدا في البيان. النقطة الثانية من البيان: الاتحاد الجهوي حريص كل حرص على إعطاء الوضع البيئي بجهة صفاقس الأولوية المطلقة، سواء عبر مقاومة كل مصادر وأشكال التلوث أو عبر وضع استراتيجية واضحة لنظافة المدينة ترابا وماء وهواء، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تحسين مستوى العيش وتوفير مناخ أفضل للتنمية بالجهة. الزوز نقاط هذوما نتصور انهم ما عليهمش اختلاف. دونك الزوز فقرات هذوما يخليوا كل المكونات في نفس الخندق. تولي اذا كان احنا انطلقنا من هذه يولي ما عدا ذلك يولي مسائل نتصورها قدام المبدا الرئيسي هي تفاصيل. وهذاك علاش انا من الاول قلت ان ثم نقاط الالتقاء اللي هي هذه، والنقاط الاخرى لا تعتبر نقاط خلاف وصراع بقدر ما هي نقاط تحتاج الى مزيد التفاعل. سير إذا خلينا نكونوا ايجابيين، كيفاش نجموا نوصلوا لنقاط التقاء في النقاط الخلافيه الاخرى؟ هي المساله منهجيه. نتصور ثم ما هو ما وقع اعتباره مسائل فنيه، ثم ما وقع اعتباره جمله من الخيارات، لانه زاد كيف فهمني ثم مسائل
تعرف انت ديما حتى في اي حوار او تفاوض يعرف التفاوض علميا، وانا ما نجمش نحكي في حضور نقابيين عنهم خبرتهم في التفاوض. التفاوض هو الاستعداد الدائم لتبادل التنازلات، معنى هذا يقدم اختي وهذا يقدم اختي الى ان يلتقي الطرفان، كل واحد منهم ما يتنازلش على ما هو رئيسي في البرنامج نتاعو، لكن يتنازل على بعض جوانب ثانويه لتقرب وجهات النظر باش العباد تلقى روحها في نفس الوقت وصلت الحل يرضي جميع الاطراف بدون ما يكون على حساب خياراتها الكبرى. هذا راهو يلزمه استعداد مسبق، والاستعداد المسبق يقتضي بالضروره غياب الخلفيه المؤامره. شنو معنى غياب؟ ما يلزم حتى واحد في الخطاب نتاعو ولا في التفكير نتاعو يتصور انه الطرف الاخر قاعد نصب له من دافع. اذا الناس تتصور انه راهو ثم نقاط خلافيه، الناس مش تقرب اسمع باش تحاول. معناها القضيه هي في منهجيه الحوار نفسه، واحيانا حتى في الانتقاء الدقيق للكلمات بما يجنب كل امكانيه نتاع سوء ظن هذا الطرف بذاك او العكس. تعتقد انه فما شكون بعث رسائل خلات من معناها من الاطراف هذه تقرا الرسائل هذه وخلت ثم جمله نتاع حقائق، وهو انه ثم خطاب لا مش نحكي بنظريه المؤامره، ثم خطاب في الشارع وحتى في الصفحات التواصل الاجتماعي الى غير ذلك. ربما يوجه ما نقولش تهم وانما لوم الاتحاد ما مشاش، الاتحاد كذا، وهو خطاب نتصوره موجه بشكل من الاشكال. انت تعرف انه الاتحاد توسع عبد الحميد الحصاري ولد الاتحاد، فلان ولد الاتحاد، لكن ثم اطراف، ثم مكونات سياسيه وثم مكونات مدنيه وناس عندها حتى وسائل اعلام، هذه حقائق موجوده وتمتلك صفحات التواصل الاجتماعي، انها الكل وهي تصب في البنزين على النار. فهمتني ولا؟ واتهامات موجهه للاتحاد الى غير ذلك. ما ينجمش يكون راجع هذا لانه الاتحاد ربما يعني بطاه شويه باش تصدر. انا نتصور انه الناس هذه هي ربما نفسها الناس اللي لوحت الزبله قدام الاتحاد، وهي نفسها الناس اللي حاولت تداهم دار الاتحاد، وهي نفس الناس اللي عنفت العباد عنفت النقابيين في الشارع الى غير ذلك. وقت اللي تلقى موجات من النوع هذا تنجم هي نفسها تنفخ في المساله وتضخمها. هذاك علاش احنا بما انه المكونات هذه هي مكونات نفترض فيها احنا حسن النيه ونفترض فيها الرغبه الصادقه في حل، فانها ما تخليش الملف ليتحول الى محل نفخ من هذا الطرف او ذاك ويقعد محصور بين الاطراف المعنيه به بشكل مباشر، من اجل ان تكون الحلول بعيده على مختلف رادارات التشويش الاخرى، كان صح لي باش نسمي هيك. بالمقابل يوجد مجموعه نتاع، يوجد خيار نقابي زاد، ثم خيار نقابي اللي نعتبره خيار نقابي عقلاني فاهم الخلاف، كما يحكي تو مثلا سي فيصل ولا كما يحكي زلادي، هو فاهم الخلاف في كل ابعاده شنية ويعرف انه خلاف في النهايه قابل للتجاوز. وثم ناس اخرى ربما تحسب روحها على الطرف النقابي او تمضي بامضاء نقابي. ونحكي لك ديما لانه مجال الغالب مجال صياغه الوعي نتاعنا الرئيسي تو اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، حابين ولا كرهنا. هذا وين وصل الى انه ثم ناس تولي تكيف التهم للناس الاخرى وتخوف. واضح. سي الهادي، سي رضا يقول لك فما اطراف ربما تستغل في الملف هذا وتصب في الزيت على النار. مشكور سيدي، لا ليه مزيد كل واحد يقول اللي يحب وكل كذا. مشكور سيدي، لا وبدا يخربش وباهي بدا يدخل في صميم الموضوع. انا نقول هوني سي عبد الحميد احرجوا البيان ومن وراءه. سي الحبيب، سي عبد الحميد، سي الحبيب تخدم ضمن مجموعه، انت تخدم ضمن مجموعه. انا راني لا اخجل باش نقول انا ورايا. سي عبد الحميد من فضلك تاخذ وقتك كما باش تجاوب. لا من فضلك ما هيش راي شخصي بيني وبينك، انا مش بيناتنا، انا نحكي على البيان مش نتاعك سي عبد الحميد، البيان نتاعي. من فضلك عندي خلاف ما يحرجنيش. احرجكم ولا احرجكم؟ خليني نبين عليش، خليني نبين عليه. سامحني، تخلي توش بيكم ما تحبوش، تحبوا تتفاوضوا وتحبوا واسع وما تحبوش تسمعوا المنطق معناها اللي يوصل الحل. واضح سيدي. البيان فيه من الاتزان ومن الإيجابية ومن الموضوعية ما خلى الناس الكل اللي سمعت به أمس واللي قرأته واللي طلعت عليه
على الصفحات الاجتماعيه تقولوها رضا، انا عندي صفحه اجتماعيه ولا عندي واحد، كل الناس استطابت ومعناها قبلت محتواه بعين الرضا. علاش؟ لانه ما فيهوش النهج صدامي، ما فيهوش ما يوحي انه ثم عركه بيناتنا في صفاقس، ما فيهوش ما يوحي وكان الاستاذ الحميد احرج وراه. لا بالعكس والله نزيد نكد عليه، خليني نزيد نكد عليه. انت دخلت طول معناها تمحج. فهمت غلط يا سي عبد الحميد ما فهمت. انت فهمت غلط تولي تبني فيه كله مبني. لا اذا فهمت غلط نعتذر لك غلط تماما. لو كان تتبع مليح وين قلت انا وهو كذلك تو تفهمني اللي انت فهمت غلط. تعرف قال ثم ناس يا سي عبد الحميد اللي قلت لك صحيح وهو كذلك، وهذا قالوا توا سي رضا، انا قلت وهو كذلك على قالوا سي رضا. سي عبد الحميد مش ممكن نوصل راه بالطريقه هذه. سي عبد الحميد ما فهمتك. راني سي عبد الحميد راه الناس كل تعرف ان انا ما نعكرش لا وماني اسمع ومانيش باش نقول لك ما تقصش عليه. استنى ومانيش باش نقول لك ما تقصش عليه. انا نتكلم بالطريقه هذه ماناش باش نوصلوا مسموح لك من طرفي. ولذا سي عبد الحميد انا نزيد ناكد انه احرجك خاطر البيان كما قلت لك التوجه نتاعو كان متزن وعين المعقول، وقال توا سي رضا ان ملتقين في معناها اغلب النقاط. وهوني اللي تحب تبينه انت بالعكس للراي العام ان راهو الاتحاد مازال مصر على انه يحب يخليكم تعيشوا في التلوث. لا يا سي عبد الحميد، راهو الناس راهي فهمت بياننا وراه قراته بتأني كبير، والعمال والمفكرين والنخبة نتاع الجهة أما نقول لكم سي عبد الحميد سي الهادي وقت اللي تقول لي النخبة نتاع الجهة وكذاك فنشوف البيانات المساندة من منظمات وجمعيات إلى آخره وأطباء ومحاميين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. ما نستغرب شنو مساندة لشنو؟ مساندة للتنسيقية والوقفة الاحتجاجية إلى آخره. أنت قلت إنه أنت أنت ما ريتهاش الوقفة الاحتجاجية تاع ريناها وتعدت في الديوان فيها، رغم اللي راهو احنا ما جيشنا لهاش، ما عملنا لهاش 10 أيام و15 يوم تاع حملات واستدعاءات وتجيش ناس. احنا راهو تعتبر إنه التنسيقية جيش؟ احنا تو منشط أنت تحب توصل الحق ولا تحب تعمل مشكل؟ مسألة ماهيش باهية راهي هذه، مش بتاع انساني مش بتاع انساني لو حسيت يا سيدي تحبش تعطيني الاسئله نسالك على ضوء الاسئله اللي تعطيهم. لا انا لا خاطر هكا مش معقول. انا ما نعوضكش. بتفضل يا سيدي هادي، تفضل عاود وقتك كامل باش تجاوب. انت زاده ما عجبكش كيفاش نحكي وانه البيان راهو احرجكم يا ودي، راهو احرجكم لانه البيان ما اساء حتى حد، ما هاجم حتى حد، ما قال حتى حد راهو رؤيته غالطه، ما قال حتى حد البيان، ما قال حتى حد راهو اللي طرحه راهو غلط. البيان يأكد على حق الصفاقسية وعلى حق متساكني صفاقس في بيئة نظيفة خالية من التلوث. البيان يحكي على حق الخدامة في الشغل، ما هوش في الهبات وما هوش في الكرامات. البيان يحكي على انه راهو احنا كاتحاد مع سائر مكونات المجتمع المدني والناس الكل راحنا مستعدين باش نمشيو في نموذج تنموي باهي في صفاقس وندافع على صفاقس من ناحيه التنميه. واحنا لعلمك سي مهدي اللي راهو احنا عملنا زوز برقيه اضراب جهويه في صفاقس، واول نقطه فيهم الاثنين هي التنميه في جهه صفاقس، ولم يتوجه لنا حتى حد بما فيهم الناس اللي موجوده تنسيقيه. اجا نسنيو الركبه ونحكيو كيفاش تكون التنميه في صفاقس. هاي نقطه باهيه خلينا نبنيو عليها. خليني نكمل لا تسوي شنو خليني نكمل. ولذا نقول لك وين احنا توا باش ندفعوا الدوله ومش نضغطوا عليها باش غدا نصبحوا نفكوا المعمل الملوث هذا، وتلتزم الدولة بما أنه برامج الدراسات موجودة والبرامج المزمع معناها إنجازها في أرض السياب موجودة، أنه نلزم الدولة بأنه تدعم المجمع الكيميائي اللي بعث هالمشاكل. الخلاف هذا شنو؟ ما هو هالوحدة هذه الوحدة هذه تنشط هالدوائر هذه العالمية سواء كان في تونس ولا في خارج تونس، إذا ثبتت أنها اللي هي ملوثة
توا اللي تبناه من استثمارات واحد نخدموا فيه ونشغلوا فيه العباد وفيه طاقه تشغيليه كبيره، وهذا كان نتوجهوا له مع بعضنا الكل ونحيوه. ممتاز، خلينا نبنيو على النقطه هذه. علاش الخلاف في هذا؟ الاتحاد مستعد لهنا يقود حوار مجتمعي فيما يخص النقطه هذه؟ بربي توا تسالوا الاتحاد على انه يقود الحوار. ما علاش مازال ما بدرش؟ سامحني الاتحاد علاش مازال ما بدرش؟ سمادي انا نحب نمشي، لا ما سامحوني فيصل الملاحظه صغيره ونخلي لك واحد. انا نقول ثم حاجه اخرى، احنا علاش نخدموا نتعاملوا مع المساله بخطاب الكل او لا شيء؟ علاش ما نتعاملوش بالمنطقه على اساس برامج عمل مرحلي؟ احنا عندنا فضاء في مؤسسات ملوثه، وثم التباين في الاقتراحات حول كيفيه تعويض، الناس الكل متفقه على ازاله المؤسسه الملوثه، لكن الاختلاف حول شكل التعويض. علاش احنا ما نقولوش نمشيو في عمل برنامج عمل مرحلي يقوم اولا على كحاله مستعجله على ازاله مصدر التلوث كحاله مستعجله أول، ثم الحاله الثانيه وهي حاله تم بالتوافق، مش معناها نكسب هذه وبعد التالي واحد على الحاله الثانيه هي الاتفاق حول نوعيه النشاط البديل، نحو على نوعيه النشاط البديل، ويكون بالاتفاق. واضح سيدي ذا سي عبد الحميد تعليق. سي فيصل شكرا بارك الله فيك. سيد هادي راهو البيان بالعكس راهو ما احرجنيش، ونأكد لك كونه ما احرجنيش البيان وما فماش علاش يحرجني البيان، بل بالعكس انا استرح معناتها شعرت براحه كبيره انه الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي تفاعل مع الوضع الموجود في البلاد واصدر بيان بالعكس. مش ما جربتوناش باش نتفاعلوا. راهو احنا راهو اصل لا احنا راهو اصل الحل. ما جريتوناش باش نتفاعلوا. لا ما تفاعلنا مع حد. تفاعلوا مع الواقع. لا الواقع احنا موجودين فيه. متابعه للشان العام في اطار متابعه للشان العام، هذا هو متابعه. واصل سي عبد الحميد. لا بربي لا بربي ما تنصبولناش. لا ما انا قريت انا في اطار متابعه للشان العام. بديله على الاتحاد ولا بديله معناها على هيك هو في بالله نقدموا سي عبد الحميد ويزيونا من الشكل. على كل حال انا معناتها بالعكس رحبت بالبيان هذايا وما فما حتى احراج منه، ما ثم حتى احراج، واحنا في ثقافتنا وفي ثقافه الاتحاد ان نتقبلوا الاراء ونتناقشوا مع بعضنا. اعطينا النقاط الايجابيه اللي قريتها في البيان. بالنسبه لا النقطتين كما قال توسيري ذا، النقطتين الاولين معناتها هما نقاط ما فيهم حتى اختلاف، معناتها كونه ديمومه المؤسسات العموميه والحفاظ على المؤسسات العموميه والحفاظ على هذا طرحكم سي عبد الحميد اللي سمعته الكل من الناس الكل اللي في هذا انا شخصيا هذا شو نقول في المؤسسات الاعلاميه الكل قاعد مقتنع. انت مقتنع بطرحك، بقي انه ما تقولش هذا طرح الناس الكل اللي قاعد تتعامل معهم اللي يسموا روحهم على التنسيقيه. وثم شكون قالها لنا ما ضر لو ان فلان ولا زيد ولا عم راني ما تعرف انت ما عندنا حتى اشكال مع المستثمرين في صفاقس، وتعرفوا اللي احنا الوحيدين المكتب التنفيذي هذا هو اللي استطاع ان يبني علاقات حواريه. خلينا نمشيو للنقطه هذه مع الناس اللي بقات في صفاقس واستثمرت في صفاقس. شوف احنا عندنا ناس المحافظة لضرب المنشأة العمومية، وهذا خط أحمر. المحافظة وهذا والله كل صدق أكدت قدام كل ما التقيت. لأنك أنت ولد الاتحاد كنت لقيت مع رئيس الحكومة ولا مع لا 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 مش هذا المفهوم. لا لا نعرف موافقك سعد حميد. انت تعرف اللي زمانات خليني نكمل عندكم في التنسيقية وقاعدة تمول في النشاط نتاع الاعتصام وغيره اللي هي ما عندهاش حتى حانوت في صفاقس. الهادي من فضلك كما خلينا هذايا عبد الحميد باش نبنيو النقطة هذه. علاش التنسيقية ما تصدرش فيها بيان وتوضح موقفها منها؟ ديمومة المؤسسات العمومية وضمان استمرارية مواطن الشغل بها. خرجوا خاطر يبدو ان النقطة هذه مش واضحة. اسمعني شوف نحبوا نفهموا أن نعتبروا المسألة عندها مراحل، ونحبوا نجيو في مرحلة نتجاوزوا نقطة الخلاف مع الاتحاد، وبعد هذا قاعدين نقولوا فيه يلزمنا نلتقي المجتمع المدني بكل مكوناته يلتقي مع الاتحاد من أجل التنمية. كيفاش نتلقاو؟
انت تحورت في الاتحاد، يلزمنا نواصلوا. انت تحورت في الاتحاد، اي تحورت بس وغدوه نجيك انا وبعد غدوه باش نجي معناتها الاتحاد. تحورت في مسائل تم قطاعك في الاتحاد ياسر، وانه بعمرنا ما نطرحوا معناها موضوع اجمالي ونوصلوا للحلول اللي فيه الكل. بالطبيعه سجلوا عليك موقف سي عبد الحميد فيما يخص النقطه هذه، سجلوا موقف تنسيقيه بالطبيعه يعني ما عندناش خلاف. احنا نعتبروا اليوم ثم حاجه برك موحدتنا في التنسيق. شوف باش يكونوا واضحين، اليوم عندنا مرحله بعد ربما راهو مش الاطراف الكل راهم نتاع اليوم التنسيقيه مجمع على نقطه واضحه، لانه احنا في افق احنا عشنا ننتظروا 2011 باش نشوفوا المدينه هذه تتصارع مع البحر، باش نشوفوا المدينه هذه يرجع لها الاستثمار، باش التنميه تنطلق فيها. من بعد جات الثوره، قعدنا 3 سنوات سنادي في حكومات متعاقبه يعدوا بالغلق، وهي موجوده معاذر جلسات معاذر نتاع جلسات وزاريه مضايقه وغيرها، يعدوا بالغلق في 2016 بعد اخروها 2017 بحيث نعيشوا في حاله مش معقوله. اليوم حطينا احنا كمرحله اولى، اليوم ثم عندنا ايشيونس تاع 2017 ايشيونس قاعدين يقولوا فيها انهم السياب لا مش ستغلق في به الاشكال هنا ما عادش مع اتحاد الشغل. عمرها ما كانت استنى اين نمشيو غدوه نضغطوا على حكومه مع بعضنا الناس كل نمشيو لا ونقولوا لها بعد غدوه مش نصبحوا نفكوا المصنع نتاع السياب هذا اللي ينتج في الانتاج الملوث، والباقي واعطينا المشاريع اللي مش تنجز غاديك، والباقي تو نتفاهموا فيه اللي فيه الخلاف نتفاهموا تو نحكيوا فيه، والمرجعيه نتاعو تبقى علميه وتبقى رؤانا، وكذلك نستندوا الى الجانب العلمي فيها. اما نمشي ونضغطوا على الدوله غدوه احنا الشهر هذا نحبوا نبداو نفكوا المصنع هذاك، ورحنا مطالبه انت كحكومه باش تصب الباكو كما نقولوا معناها بالفلاقي، باش المشاريع هذه المدروسه واللي موجوده باش تنجز في السياق، وبعد يبقى الخلاف اللي بيناتنا حول المصنع هذا ملوث ولا مش ملوث. احنا المرجعيه وقبلناها وسجلناها لهنا. بدينا لا خليني لا رايك تكتبني ولا باش نبني على كلام سنادي. لحظه برك باش نبني على كلام سنادي. شوف سنادي، انا متفق معك نمشيو غدوه على الحكومه. هات اخويا بداو لنا تاع البحث العلمي تاع التكوين ومتاع حتى لابوراتوار هذا هو البحث العلمي تكنوبول وبوركوا با فهمتي الحاجات اللي واحد انا نتمي فيها. هذا من غدوه نجموا نطالبوا الحكومه في جلسه معنا الناس كل يا خويا بدايه انجاز المشاريع هذه نبداو في خلينا يا خويا عنصر الخلاف اللي بيناتنا خليه غاديك غدوه اولا نبداو خاطر المواطن اللي ساق كي نبشروه المواطن في ساق كي نبشروه نقول له غدوه باش نبداو نفكوا هاك المصنع اللي غبر علينا الناس كل تو تشوف الفرحه في البلاد. الباقي ضغط على حكومه بيناتنا الناس الكل. اعطينا يا خويا هات اعطينا سي هادي. انا باش نكبش في النقطه هذه بعد اذنكم باش نمشي فيها لاخر البرنامج تقريبا بالنسبه للوقت اللي مازال. هل هي دعوه من التنسيقيه الكلام اللي كنت تقول فيه تو للاتحاد العام التونسي للشغل باش يقود ويحطوا اليد في اليد من اجل تنميه ومن اجل ما عندهمش مشكله في هذه ما عندناش مشكله مع يا مهدي واحنا ما عندناش مركب وما احناش باش نقولوا كلهم مخيلنا ونتفاعلوا مع بعضنا. لا لانه قالوه كم من مره قالوه استنى وقالوه رجالات باهيين وقالوه هكا عاودوا نفس المره. اما احنا راهو ما عندناش المركب نتاعنا راح نقودوا ولا نعمل. لا كلها الناس تتعامل مع بعضها الفايت الجهه. ما عندناش سي فيصل موقفكم من الكلام هذا. سي فيصل موقفكم من الكلام هذا. موقف الاتحاد ما فيش نقاش. اللي كنت تحكي فيه انت تحب تبني عليه الواحد هو النقطه الرابعه نتاع البيان. النقطه الرابعه نتاع البيان واضحه. احنا وجهنا الدعوه في البيان نتاعنا. اخي ماناش تو باش نجي نوجه الدعوه وبعد نقول لا يا مهدي شوف الياتها. لا خليني تو شوف احنا رانا اليوم تنفيذ على ارض الواقع النقطه هذيك كيفاش تخرج عليهم المعلومه من الاليات ربما ما نسمعوش بحاجه لانه اليوم حكينا في حاجه اللي هي وزيره الطاقه مستعده باش تجي وتحكي معانا كيفاش نبداو حل المشكله هذه واللي تقولوه وتتفقوا عليه مع بعضكم انا معكم فيه. هو شوف كان تسمح انا شوف
احنا اليوم جينا في بالنا باش ننفعوا المستمع، قعدنا بالعكس تحقق بالله تعمل مزيه، تعمل مزيه. شوف ثم طريقه، شوف ثم طريقه في بشوي بشوي نسامحك فوق راسي من فوق والعفو. شوف راهو رانا نفهموا في الاتحاد طريقه هكا راهو اقل واحد فينا. شوف طريقه التفاوض والله اقل واحد راهو زايد عليه بالعقاله نتاعو. شوف لي زانترفيرونس رانا احنا خابزينها وعاجنينها ونعرف طريقه التفاوض، وقت نحب نضيعك ونكسر لك الريتم. احنا رانا ورثنا شاب في الحوايج هذه، وراهو قد ما تعمل باش تضيع لي الفتله راك باش تضيع لي الفتله. مع احترامي لك سي الحصيري والعفو. وما نحبوش نتحاولوا نخرجوا من غير حل راهو. شوف بالنسبه لانه كي نجيو نقعدوا قاعده كيما هذه ونتعاركوا ونخرجوا ما عملنا حتى شيء. مش هذا المطلوب. بالنسبه للي عندنا باش نقولوه كاتحاد قلناه في البيان. البيان ما فيه حتى نقطه خلاف. حتى نقطه خلاف ما موجوده في البيان. كون النقطه الاولى اللي سردها سي رضا، الثانيه الثالثه اللي قال عليها سي الحصيري وماشي فيها، الرابعه اللي فيها هي دعوه لضروره توحيد صفوف مكونات المجتمع العالي، نتصورش ثم حاجه خير من ايجابيه اكثر من هكا. والنقطه الخامسه يجدد فيها الاتحاد الجوي للشغل بصفاقس التاكيد على وجوب ازاله وحدات الملوثه بمعمل صفاقس. يا اخي شنو طالبين؟ ثانيا تفعيل الاتفاقيات المبرمه فيما يخص تركيز مشاريع بديله غير ملوثه على ارض المصنع. ثالثا التعجيل باصدار نتائج المؤثرات البيئيه لمنتوج حادث السماد الرفيع. يعني احنا المفروض نكونوا متفقين 100%. تقول لي انت هالمنتوج هذا في 2008 ما ثماش، سيدي ما ثماش. باهي سيدي نتجاوزوها شوي ما ثماش. ها اللجنه كي خدمت، اللجنه كي خدمت قالت خويا عندي المنتوج هذا، شنو اللي عندي انا عندي مشكل كبير اسمه الفوسفوزيبس اللي لا نجم نحوله من هيك البلاصه، لا نجم قال الاخر نسوق تلكيلي، لا نجم نعمل به حتى شيء. وباش يقعد لي كما سامحوني في المصطلح الساده المستمعين والاخوان الحاضرين، باش يقعد لي كي الغم على قلبي معاه. هانو قاعد غادي واحد ليس اس بي من جمله لي زافونتاج اللي فيه، كونوا باش يستهلك من الماده هذه كماده اوليه، باش يستهلك ماده اخرى اللي هي غير مسوقه. باهي هذايا ماناش رابحينه احنا، انا رابحينه. تقول لي انت راهو هذا اللي طار هذا راهو ملوث، وانا نقول غير ملوث، واتفقنا كونوا اتفقنا. هي الجهه العلميه اللي مخوله باش تقول هذا ملوث او غير ملوث؟ لا الجهه العلميه للدراسه معموله موجوده عند الام بي او، موجوده مازال تقرير ما صدرش. لا مازال طلبت الام بي او توضيحات اضافيه، طلبت سي هادي كان تسمح كلمه برك، طلبت ايضاحات توضيحيه ومن حقها في الاطار قبيله ما عجبكش به نتجاوز. لا شنو باش نقول لك على ضوء قرار الام بي او. لا هو شوف خليني نقول لك على حاجه، انا نحب نمشي للعمليه اكثر. شوف احنا والتنسيقيه، احنا كاتحاد شغل والاخوان في التنسيقيه نعترفوا كونوا شو اسمه نعترفوا كونوا النشاط اللي تقوم به التنسيقيه هذه في اطار التنسيقيه هو نشاط نبيل، ولا عندنا ما عندناش حتى جدل في الموضوع هذاك. العلاقه بيننا وبين التنسيقيه تو عندها تقريبا 5 ولا 6 سنين ما انقطعتش ولو شهر. فانا مره سمعت سيادتك السيد المنشط هكا نتفرج في الواحد، قلت انت راهو الجانب الاخر يرفض باش يقعد مع التنسيقيه. سيدي ما يكون في علمك راهو العلاقه مع التنسيقيه ما عمرها ما تقطع. كل الجمعه اللي فاتت قد قعد. شكون قال؟ شكون؟ استنى يا انت يا السيد الاخر اللي قاعد بحذاك. معناها مستحيل انه يكون اصدر مني موقف بالطريقه هذه. ارجع شوف انا تو مانيش باش نجادلك، اما ارجع للتسجيل نتاع البرنامج. خليني نكمل لك، انا نقولها في المباشر. انا خليني نكمل لك فيما يخص الملف هذايا تعرضت للسيد رئيس الحكومه والوزراء ومجلس النواب ونواب يا سي مهدي الله يخليك، تجنبت اني نتكلم يا سي مهدي الله يخليك. انت عندك تسجيلاتك وهاو برنامجك. انا ارجع للبرنامج اللي كان فيه السيد هنا حكى علي انا وعلى حكى على سي عبد الكريم جرع. باهي ارجع للتفصيل. ثم واحد منكم قاعد من هنا لا انت قلت ومع هذاك راهم يرفضوا حتى في سياق الحديث قلتها. ارجع للتسجيل وتو نتقابلوا انا وياك ونحكي ثم حتى تشكيل ان شاء الله. كان انا غير تو نسحب كلمتي وانا كيف بارا. شوف دونك هذايا راهو النقاط هذيا يلزم يكون عليها اجماع. كي انا نقول لك راهو مانيش انا باش نقول لك راهو العز وطار، ولا انت زاد مسموح لك باش تقول لي هكا، انت مش في شخصك معناها الطرف الاخرين في التنسيقيه. هذه الام بي او عندها الملف يا خويا تدرس وتعطينا نتيجه واضح. سيري ذا النتيجه باش نتعصف عليك سير اضافه. مرحبا بخير سامحني. دونك النتيجه رانا احنا
بالملموس تقريبا عارفينها. وانا عندي ثقه في الامبو، انا مش في شخصي، احنا كاتحاد. عندك تسريبات على التقرير؟ لا ما عنديش تسريبات. لا عندي عندي اللي طلبته من توضيحات وحقها فيه في جانب منه كبير، ممكن في بارتي صغيره وهذا ما يعنيش فيها واحد يلزمنا معناها التقرير نتاع الامبو فيها واحد يلزمنا. شوف احنا رانا متاكدين من هالمشروع. انا خلي تو نجي المتساكن نتاع صفاقس. المتساكن نتاع صفاقس شنو اللي طار؟ قال خويا راهو هالزيماناسيون بين ظفرين كما يقول سي الحصيري الشروق اللي خرج في الانبعاثات واحد، راني ما عادش تحب نراه. اوكي ما عادش تحب تراه، ما عادش باش يصير، ما عادش باش يتوجد. راهو لي زينوتي الاخرين اللي بحذاه الشروق الثاني ممكن هو اللي ما يضرش خاطر قصير شويه، واللي هو يعمل الانبعاثات هذاك راهو يضر فيها وما عادش نحبه. داكوردو هكا باش يوقع كي باش يبدا الاسم. خليني نكمل لك نعم ثم واحده. نعم او لا باش نرجع لك الكلمه. نعم او لا نكمل لك سيدي خويا. سي عبد الحميد تقرير لا ام بي او يلزمكم انتم نعم او لا؟ خليني هذا هو نعم او لا قبل ما نرجع الكلمه. لا سي عبد الحميد نعم او لا تقرير لا ام بي او يلزمكم نعم او لا؟ ماشي حكايه نعم ولا يلزمني، هذا قرار مش خرجوا مؤسسه الدوله على اساس واحد تقول لي يلزمك ولا ما يلزمكش. ماشي هذه المساله بالسطحيه هذه. لا اما تعطيني الوقت الكافي باش نحل النقطه باش نرجع لك. لا باش نرجع ما نرجع لي ما تخلينيش بنعم ولا. خليني نضيف انا على فيصل تاكيد للكلام اللي قاله فيصل. احنا في النقطه الخامسه ايش قلنا؟ وجوب ازاله كل الوحدات الملوثه بمعمل صفاقس المجمع الكيميائي. معناها احنا كي نقول كل الوحدات الملوثه راهو ما احناش باش نحيو حاجه ونعوضوها بحاجه اخرى ملوثه. وحتى اذا كان هذه خبرناها واختبرناها وظهرت اللي هي ملوثه رحنا نحيوها. واضح النقطه واضحه. ما عندناش اختلاف في المساله هذه. بقي انه كيما حكينا بكري نبداو ولا ما نبداوش هكا حاجه اخرى. واضح. سي الهادي سير ذا. احنا تو وصلنا التحول نوعي نعتبره في توجه البرنامج، لانه انا وقت اللي سمعت الكلام اللي صار تو في المرحله هذه وصلنا ربما ساهمنا في تفكيك المساله على اساس انه عندنا خطه استراتيجيه نتاع ازاله التلوث في صفاقس. الخطه الاستراتيجيه هذه مش تتقسم الخطط عمل مرحلي هكا ولا. الخطه الاولى في العمل المرحلي هي تفكيك المؤسسه الملوثه، ومن بعد باش نمشيو نخدموا الخطه الثانيه هي اقرار المشاريع البديله على ضوء مجموعه من المعطيات الفنيه ومجموعه من الخيارات التنمويه زاده. ثمانية صغيره لازم تتوضح. اي انا في الاطار هذا ايش نقول؟ سير اذا بعد اذنك نبنيو على كل ما هو ايجابي الان في الوقت اللي لا مازالت لي كلمتين. انا ما عادش باش نطول ياسر وربما يكون اخذ. انا وقت اللي نلقى الالتقاء صار على المساله هذه وهذا ايجابي جدا. ربما زاد رصاده كانت موجوده وزادت بلوى. انا نقول انه وقت اللي نلقى انه عمال في الوقفه اللي صارت اليوم العمال مقابل مساندتهم لإزالة كل الأنشطة الملوثة وتركيز مشاريع بديلة غير ملوثة على أرض المصنع. وقت لا نلقى الجملة هذه أنا نقول أن الجملة هذه المفروض ما تهمش فقط عمال المصنع، هذه تهم حتى التنسيقية. المفروض وقفة بهذا الهدف يجب أن تكون وقفة مشتركة بين كل المكونات. وهنا نلتقي مع كلام سي الهادي. الدنيا راهم جاونا اليوم الصباح بعد البيان هذا معنا. والكلام هذا بالنسبة لي أنا سامحني وقفتوا معنا بعد البيان هذا. يا سي عبد الحميد سامحني والله لو كان ريتك والله لما نطلعك معنا. والله جيت مجنون في ديسكري. والله لو كان ريتك لما نطلعك معنا. سامحني باش نقول الكلام هذا يلتقي مع بعضنا. في ديسكري انا ما جيت. الكلام هذا اللي قلته تو يلتقي مع موقف سي الهادي اللي قال احنا علاش كاتحاد وكتنسيقيه ما نمشيوش مع بعضنا للحكومه على خلفيه المطالبه بالمطلب هذا اللي احنا متفقين عليه. وبالتالي فنتصور انه توا ما بقاش المساله مساله جدل هذا يصير ولا ما يصيرش، وانما المساله انه توا تتضع تفاصيل الخطه نتاع العمل المرحلي الاولى واليات تنفيذها والناس تمشي مباشره. حسب رايك كيفاش تصير عمليا تو انطلاقا من غدوه؟ حسب رايك كيفاش تصير؟ انا بالنسبه لي انا نتصور انه سلسله من الجلسات المشتركه المكثفه بين الناس هذوما على خلفيه تثمين ما وصل اليه ما تم التوصل اليه من اتفاق هوني وكيفيه تنفيذه والبحث في تفاصيله على ارض الواقع من اجل التحول الى خطه عمل ميداني. الجلسات اللي كانت تسمحني الجلسات هذه اللي تحكي عليها سي رضا لم تنقطع ولن تنقطع. لا مش نحاولوا المحور مش يتبدل. لا في صلب اللي تحكي فيه انت، في صلب اللي تحكي فيه انت. الجلسات بيناتنا بالواحد الجلسات بيناتنا ما انقطعتش وفي المستقبل مش باش تنقطع.
بل بالعكس في المستقبل ثم ممكن برمجه، مش ممكن سير برمجه نتاع لقاءات. ممتاز. هنا خرجنا برشا نقاط ايجابيه سي عبد الحميد. بالطبيعه. اولا معناتها انا من غير ما واحد انا جي قسمت البيان بين لكوني معناتها ما حرجنيش، بالعكس انا قسمت البيان الى جزئين. عندي جزء انا متبنيه حتى النقطه الخامسه 1 2. النقطه الاخرانيه اللي يبدا بالتعجيل، احنا راهو بكل وضوح ماشي نقول، انا ما نلعبش بالقندوات، مستعدين للحوار على طول الوقت، مستعدين واحنا ديما في الاتحاد ما عندناش اشكال. راهو النقطه الاخرانيه نتاع النشاط الفوسفاتي تقعد ياسر هادي بكل وضوح. سي فيصل راهي نقطه خلافيه. علاش؟ انا نقول لك استنى يواصل نعطيك كلمه. احنا شيطاننا في جيبنا وانت شيطانك حتى احنا عندنا راهو ماخذ عليها راهو. باهي تو فسرها لك فيصل. استناني. تقعد يا سيدي هذه راه نقطة خلافية. نقول لك علاش. أنا ماشي نخلي على جهة أصلا ايوا نخلي على جهة مسألة ملوث ولا غير ملوث، نخليها على جهة. أنا ما ندخلش في الأمور الفنية. شوف سيدي اليوم احنا في حاجة باش، وهذا هنا قلنا راهو المقاربة مقاربة بيئية تنموية. اليوم في الاتحاد يلزمنا كما بديت في الاول مره نحطوا خريطه صفاقس قدامنا وننظروا لها لاولادك ولولاد اولادك والاجيال الجايه كيفاش نحبوها المدينه هذه. قال لك نحطوا دينا في دين بعضنا ونبداو بهذه. انا نقول لك انا هي انا نقول لك انا نقول لك علاش. على خاطر سيدي ما هواش راهو بارازار انه الفوسفوجيبس مصنف الى اللحظه، انا خلينا من الناحيه القانونيه ماده خطره في تونس مش على المستوى العالمي. لا في تونس فهمت. حتى سمعني حتى على المستوى العالمي قاعدين يستغلوا فيه بنسبة 5% في شروط معينة في مسألة التكنولوجيا ومواقع الإنتاج. لا. خليني بالك الله يخليك. ما تدخلش ما نحبش نبعدوا على الفن. نبعدوا على الفن بحيث سيدي هذه باش نكونوا واضحين. راهو ليس سبي ينجم يكون منتوج ممكن الانتاج، ويمكن لان بي يوصل الى نتيجه انه في ظروف معينه وفي شروط معينه فهمتني يمكن انتاج وتثمين الفوسفوجيبس. انا اقول لك حاجه وانا نرى ولا خليني نكمل احنا خايفين منه. كلم خايفين منه انه يستعمل المساله هذه صحيح في جانبها السياسي ويقول راهو ملوث. احنا لا محترزين، احنا المحتطين. انت تقول راهو ممكن انا خليني نمشي انا نعطيك كل الاحتمالات. خليني نعطيك كل الاحتمالات. انا ممكن انا قلت لك انا نعطيك كل الاحتمالات. كل احتمالات تخليها ممكنه. راه ينجم في تحت شروط معينه وفي ظروف معينه اللي تحافظ على الناس واللي تبعد على المواطن الشغل نجم يكون ثم امكانيه الانتاج من غير ما ندخل في الجزئيات. راني عندي معلومات كافيه باش نقول لك شنو. خليني نقول لك تحكي على الفرازات كما ينجم يكون معناتها يقعد انه واحد ما نعرفش. لا ما نحكمش على النوايا. هذه تحكم على النوايا. انت حكمت لا علميا. لا مش نوايا. منين علميا؟ نحكي علميا. انت حكمت انه الدوله في حاجه للمنتوج هيك باش تسوقوا. يا سي عبد الحميد نبعدوا على الفني من فضلك. ما قلتش الدوله ما باش يخرج نسبه التلوث راهي الدنيا. خليني لا ما قلتش. قلت لك انا يمكن عملت احتمالات علميه يمكن انه يكون ثم امكانيه انتاج هالماده هذه في ظروف معناتها تحت شروط معينه. يمكن راه الصفاقس في ذلك الموقع وبالنظر إلى ما يجرى عن ذلك فيما هو نقل وفيما هو معناتها وجودها في أكبر كثافة سكانية يعني من جميع نواحي هذيك الكل راه حتى كان ما يمكنش تكون في ذلك الموقع. ما يمكنش تكون. لازمنا ننظروا للمدينة هذه، ننظروا لمدينتنا، ندافعوا تواني غدوه نجي كلنا نجيو كل نجيو تنسيقيا نشدوا راك ندافعوا على ممتازه برشا الكلمه هذه تنسيقيا نشدوا راك. ندافعوا على خلينا نشوف الاحتراز من سي فيصل على ندافعوا على انشطه بديله
تحت اشراف المجمع الكيميائي ونحب نزيد ناكد هنا وهذا نشرتوه يتشرط الاتحاد بامتيازات الصناعات الفوسفاتيه يشترط بامتيازات. انت تفهمني وانا نفهم. لا 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 فاهم الناس. لا 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 بركش احنا قاعدين انا فاهم الناس. يعني انت عندك التجربه مثلا نتاع معمل بلاستيك. شي معمل بلاستيك؟ معمل بلاستيك اللي كان تابع للجروب شيميك. الجروب شيميك شبيه؟ ما جاتش فتره من الفترات السنه هذه. وضحوا لنا خاطر مش فاهمين. مش نوضح لك. جات فتره من الفترات اللي يحب الاخلاص في المعمل البلاستيك يحب ثم جهه اداريه مشكل الاخلاص نتاع الناس اللي تخدم معناتها في المواد الفوسفاتيه. لا هوني ثم نخ تكبيره. لا انا قلت لك حبيت نقول لك اسئله حسين الله يخليك حسين ثم نخ تكبيره. راهي منشاه عموميه وعندها قانون الاساسي نتاعها قانون يعطيك الصحه وعندها نظام تاشيرها معين. سي عبد الحميد نحافظوا على النظام هذاك. استنى راهو نقول لك حاجه ونقولها راهو مش برك انت كبار راهو نستخدم السياسه. انا ما قلتش لا سيدي مش هذا موضوعنا. مش هذا موضوعنا. سي فيصل الاحتراز. شوف وبالتالي معناتها هنا سي عبد الحميد ما عندناش برشا وقت. نقطة ديما نقطة خلافية باش نكونوا واضحين معناتها يلزمنا لا نعمل نظرة نجم يكون موضوع تفكير مشترك وديزاتيلي لازم تبدا من غدوة. هو راهو من البداية هذه نقطة الخلاف. هي انتاج الاساس بدعوى انه حتى كانوا ملوث راهو مشكل، كانوا مش ملوث راهو مشكل. الاحتراز على شنو بالضبط؟ الاحتراز كونوا اذا كان الاخيان اللي مثلهم سي الحصايري يقول لك راهو حتى كان لامبيو خرجت حاجه وحتى كان راهو كذا وحتى كان كذا في جميع الاحتمالات بالنسبه له. هو طرح احتمال كونه طرح وضعيه واحده برك، هو لا يمكن لاي نشاط فوسفاتي يكون في الماء ملوث ولا غير ملوث. هذا رايه يبقى بالنسبه لنا احنا في الاتحاد الشغل ولا بالنسبه للعمال في المعمل اذا كانوا النشاط غير ملوث مع كل الضمانات أننا سندافع عليه. شو معناها كل الضمانات؟ شنو تكون؟ كل الضمانات البيئية. أنا راني شوف احنا في اتحاد شغل راهو ما نجمش نسمح الروحي، ما نجمش نسمح الروحي كما قال هو الموضوع النقل موضوع غيره كي نحيت أنا وحدات اللي هي ملوثة باش نجي نحط واحدة أخرى غير ملوثة ويا جماعة كلوا لكسر قرونك. لا يمكن هذا مش موقف الاتحاد. موقف الاتحاد واضح وصريح. وعلاش قلت لك انا راني البيان ما يمكنش يكون فيه خلاف لانه كله ايجابي من اوله لاخره حتى الاخر حرف فيه من اول حرف فيه مع الاحتراز الصغير اللي عملته انت وفهمناه لك شنو هو نتاع عدم الدعوه واحد باهي نتجاوزه. يبقى المحتوى قبل النقاش. النقاط كلها نجموا نتجادلوا فيها. يبقى ثم نقطة نتاع نقطة الاي اس بي النقاش فيها راهو نقاش علمي ويلزم يتحسم علميا. مش راهو لا راهو باللي تعمل رانا هذاك رافضه. انت كي شو احنا تعلمنا في الاتحاد انت كي تدخل يا تكون ماسك امورك وقادر على التفاوض وقادر على الوصول للنتيجة. مش التفاوض راهو باش اي اخويا تنزل لي ضريبة ونتنزل لك ضريبة. لا احنا عندنا صحة ناس. عندنا هوني مانيش راني باش نقعد نبر ولا حاجه. سي فيصل نزل لك دقيقه في كلمه اخيره راهو. المعامل اللي من النوع هذه اللي من النوع اللي كانت موجوده كانت فيها في وضعيه معينه. راهو المعامل هذه موجوده في كل مدن العالم موجوده او تنتج وتخدم على روحها ما فيش حتى اشكال. دونك بالنسبه لنا هنا قلت لك راهو النقطه نتاع الاس اس بي هو جدل علمي على كل مره اخرى. نحب نعاود ناكد على المفاجاه السر اليوم اللي جات من الدعوه من الديوان وانا ناكد لك اللي ماهيش مفاجاه. هاي ايه سره ولا مش سره؟ لا سره. ما انا خلينا نتفاهموا على السره وخلي الاخرى باهي. دونك راهو واحنا رانا في الاتحاد رانا نمشيو للايجابي. هنا نقدموا هنا نمشيو للايجابي. ثم طاوله لازم تقعد عليها الناس الكل كما قلت لك. راهو البرمجيه في الفتره القادمه باش تكون ثم جلسات باش تكون ثم ناس تتناقش وتلتقي لما فيه مصلحه المدينه وما فيه مصلحه البلاد. راهو بالنسبه لنا مش مفصول. مصلحه صفاقس ومصلحه تونس كامله ما هواش مفصول على بعض ولا يمكن. خلينا نفعل الجمله الباهيه هذه. سي الهادي انا حاجه حاب نقولها وانه انا راني فهمت
ثم مداخل اخرى حب يدخلها سي عبد الحميد، وربما الوقت ما كفاهوش، هو مجال التنميه بصفه عامه في صفاقس. هذه راهي بدايه انجاز هالبرنامج هذا، راهو منطلق للحديث والتعمق في مجالات التنميه الاخرى في صفاقس الكل. ما نخليوش احنا، لانه اللي عارض علينا سله كامله في ليله ونهار لازمها تتم تاع التنميه في صفاقس، فهو هذا ما يحبش التنميه في صفاقس وما يحبش يبدا. ما فماش اجدر واقدر من الاتحاد لانه هذا يحب يعجزنا امام خلفياته الخاصه والذاتيه، لانه سي عبد الحميد تحب ولا تكره، راهو ثم ناس عندها خلفيات ذاتيه. ومن في احنا نقولوا اولا انه احنا مع تنميه صفاقس، واحنا مع الخوض في مجال التنميه الحقيقيه واللي هي ترجع من صفاقس مدينه يستطاب فيها العيش. احنا مع حل المشكل هذا، وبياننا نزيد ناكد بياننا فيه كثير من الاتزان ومن الموضوعيه لايجاد حل المساله هذه. احنا نتمسك تمسك كبير بمنشأة السياب كمؤسسة عمومية، الذي يجب أن يزال من السياب هو النشاط الملوث، مش تغلق السياب. رفض عمل. ثم نزيد نأكد، راهو الخدامة أصحاب الدار، والخدامة هموش في حاجة للعطف، وما هموش في حاجة باش ما نوفروش بتوالي سلهاتي. لا ما يصيرش. ما هذه رساله خليه يفهمها الرسالة اللي زايد اعضاء مجلس النواب يجي يقف لك واحد شد لك ميكرو يقول لك ايش بيه، الدوله ما تمش تعطي حق الناس وخلي يشدوا ديارهم. هذا حقهم. ومشكوره مره اخرى اذاعه الديوان على توفير الفرصه هذه، وما احناش لهنا باش نتلاو، ما احنا لهنا باش نوصلوا نراو. نحب واحد من عندك انكم باش تتحركوا في اتجاه الضغط على الحكومه من اجل المشاكل التنمويه في جهه. ناكد كلام خويا سي ديجا اونجاجي. احنا ديجا اونجاجي، ثم انه مش نحرص في قادم الايام ان ندعو ونبادر بدعوه خيالنا اللي انا والله ما نجم نقول تنسيقيه ولاد الاتحاد كل وسط قال الاتحاد وحباب الاتحاد. شنو معناها تنسيقيه؟ لا شنو معناها؟ واضح انا سكونده واحده انا مشتاق دعوتهم كان حضر معنا مواصله النقاش هذا. حضر معنا السيد السعيد اللي هو انت شفت وقت اللي دخلنا في تفاصيل تقنيه كل مره نتعاركوا. هو التقنيه نحب انا باسمي انا كاتحاد نعتذر له على عدم المشاركه، نحب نعتذر له ولو ما اعطيناش الحيز الكافي باش يتدخل، وان شاء الله في المستقبل باش يكون دوره هو واحنا باش نقعدوا نتفرجوا. نعطيوه له في مناسبه اخرى لانه احنا في حاجه الى الجانب العلمي. نوعدوه انه قريبا باش يكون حاضر معنا في مناسبه اخرى. سي رضا فماشي على الاقل حاجات ايجابيه اليوم نخرجوا بها. انا خرجت انه ما شفتش نقاط خلاف حقيقيه، بقدر ما شفت انه هناك كما قلت من اول الحديث نقاط بحاجه الى مزيد تفاعل. وهذاك علاش نعتبر انه الخطوه الاولى اللي هي خطوه تفكيك المؤسسه الملوثه هي خطوه مستعجله، والخطوات اللي مش تليها نتاع ايجاد البدائل هي خطوات يمكن ان تتحمل الحوار لفتره من الزمن على المجال المتوسط. هي النقطه نتاع التفكيك مستعجله صحيح، والنقطه نتاع ايجاد الحلول وتركيز الحلول مستعجله اكثر. مستعجله كذلك. واضح سي عبد الحميد 30 ثانيه. شكرا. يعني دي احنا الوضع الطبيعي في التعامل ما بين تنسيقيه البيئه والتنميه اللي فرضتها معناتها حاله معينه، هو انه نتواجدوا جنبا الى جنب مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي، وكل المحاولات اللي تحب تخلق اي نوع من الصدام ولا اي نوع من عدم واحد، هذه راهي مرفوضه تماما وما تتعداش باش يكونوا واضحين. وهذا موقفنا موقف مبدئي لا جدال فيه. ابقى كما قلنا اليوم نجم نتصور الموقف نتاع الاتحاد اللي يصدر في البيان. كما قلت انا شخصيا وكل اعضاء التنسيقيه تقريبا متفقين على كل النقاط. بقات نقطه خلافيه قلتها بكري ما نحبش نرجع لها، تقعد ديما معناتها قابله للحوار. وربما هنا نقطه الخلاف لانه
هو المنطلق نتاعنا او الفيزيون نتاعنا. الفيزيون شيء طبيعي ان ثم فيزيون نقابيه صرفه، وثم شكرا لك نظرا لتتجاوز ربما شيئا ما الى رؤيه شامله للمدينه كامله. يعطيكم الصحه يا جماعه الكل. السيد الهادي بن جمعه كتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، السيد فيصل بن غزاله كتب عام الفرع الجامعي للكيمياء والنفط بصفاقس، السيد عبد الحميد الحصيري عضو تنسيقيه البيئه والتنميه بصفاقس، والسيد رضا سويسي باحث في التاريخ ومحلل سياسي. مشكورين الناس الكل اللي حضرتوا معنا اليوم. في منك نسمع اللي بصراحه ما كانش برنامج اذاعي بقدر ما كان جلسه تفاوض على المباشر. مشكورين الناس الكل، ان شاء الله الى اللقاء في حلقات اخرى من منك نسمع.